في أغاني كده بتبقى بتطلع كل فين وفين يعني. لمّا سمعتها حسيت إن هي لون جنات. جاي توجعني أنا ليه مخصوص، أنا أضعف من أي مواجهة. خبر أبيض! ده بيتي يعني. كأنك سكر، طبعًا العنوان مختلف عن اللي جوّه خالص، يعني كأنك سكر هي أغنية دراما بتعبّر عن ناس كتير أوي، وبيوت كتيرة أوي حصل فيها اللي هو الملل والروتين قتلها. ففي ستات كتيرة أوي بتعيش القصة دي، جوازها كويسين وكل حاجة وتمام وعلاقتهم كويسة، بس بيبقى إيه، دايمًا تشتكي إن جوزها برّه مش زي في البيت. في البيت بيمسك الموبايل، ما بيتكلّمش كتير، برّه بقى مفرفش والناس بتحبه وكويس مع الناس كلّها إلا معايا أو مع مامتي أو فالموضوع ده باسمعه وسمعته كتير أوي، فلمّا اتقالت بقى وبالشكل ده كإنّك سُكّر جِه لغاية عندي ومرّر، اتفاجئت، حلوة. لأ، هي أول واحدة سمعت الأغنية. بس أنا سمعتها قبلها يعني، كانت جاهزة عند مديَن. فلمّا سمعتها حسيت إن هي لون جنات، فقُلنا نسمّعها لها لو عجبتها نبتدي فيها، والحمد لله عجبتها يعني. فعلًا ده أول تعامل ليّا مع H Media آلاء لاشين، وحبِّت التعامل جدًا، يعني ناس بتحب الشغل وبتحب النجاح، وكفاية إن الأغنية اختارتها آلاء قبل ما تعرف مين اللي هيغنيها يعني، فدي بالنسبة لي كانت مفاجأة، ما حدش بيعمل كده. والأغنية مشكلتها إنه إيه، دراما واللي يغني قليلين يعني، الأصوات اللي ينفع تغني الأغنية دي هُم يعني 2، 3 بس. فدي كانت مغامرة كبيرة منها، وأنا كان ليّا الحظ الكبير إن أنا أغني الأغنية الحلوة دي. على طول لمّا سمعتها في أغاني كده بتبقى بتطلع كل فين وفين يعني، فعلى طول وافقت عليها رغم إنه هي دراما وإحنا داخلين على الصيف، بس الأغاني الحلوة في أي وقت بتفرض نفسها. هو إحنا ما خدناش وقت طويل، إحنا يا دوبك شهرين. أنا استنيت بس لإن هي كان عندها أغنية أصلًا نازلة، فاستنيت لمّا الأغنية نزلت، وبعدين دخل علينا رمضان والعيد، فاستنينا نخلّص المناسبات وبعدين ننزل بالأغنية. وكأنك سكر جه لغاية عندي ومرّر، وكأنك جرح في عمري وصمم يتكرر. لأ والأغرب قلبي المجني عليه بجبروتك، شيلته الذنب ومطلوب منه إنه يبرر، وكأنك حلم قلب لكابوس، وكأنك جيت على قلبي تدوس. جاي توجعني أنا ليه مخصوص، أنا أضعف من أي مواجهة.